حادثة لم يسبق لها مثيل من قبل. 7 ريختر تضرب المغرب وتزعزع الأراضي تحت السكان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه مرارا وتكرارا: هل هذا الزلزال مفتعل؟ وما علاقته بالشعاع الأزرق؟ وهل مشروع هارب يمكنه فعلا تحقيق الكوارث الطبيعية؟ كل هذا سنتعرف عليه في هذا الفيديو. عند الحديث عن هذا الزلزال نتذكر تركيا وسوريا، حيث البلدتين تعرضتا لزلزال خلف وراءه دمارا بشريا وماديا خطير جدا. ولكن الغريب في الأمر، قبل ظهور الزلازل بفترة وجيزة يقول السكان أن ضوءا أزرقا اخترق سماء تركيا وسوريا سبقه بلحظات، وبعد ذلك ظهر الزلزال بشكل مفاجئ. يا ترى ما علاقة هذا الضوء ظهور الزلزال؟ يبدو أن الأمر أصبح مثيرا للشك، فإن الزلزال أصبح الآن بمقدرة البشر افتعاله. لكن يا ترى كيفية تكوين الزلزال؟ عند الحديث عن الزلزال فإننا نتكلم عن طبقتين من التكتونيات الصفائح. فعبارة التكتونية تعني تحرك الصفائح الدائم. إن الأرض كروية ولكنها دائمة الحركة، فيمكن من خلال ذلك أن نفهم لماذا الجبال تكونت وكيفية سحب الجبال من بعضها البعض. إن الجبال رغم ظهورها ساكنة إلا أنها تتحرك بحركة دائمة لا يمكن للعين المجرد رؤيتها، لكن مع مر السنين فيمكننا أن نفهم لماذا هذا الجبل تحرك أو زاد طوله. إن الطبيعة في تواصل دائم مع مكوناتها، فإن أحد المكونات إن قمنا بسحبها أو تغييرها فهذا سيؤدي إلى افتعال كوارث طبيعية. فمثلا إن قمنا بتجهيز السحب فهذا سيؤدي إلى أمطار وفيضانات. الأمر ذاته ينعكس على الزلازل، فإن الزلزال بمجرد أن ينشط بمكان معين يمكنه أن يشكل ويحفز البؤر الأخرى. هذا ما يتخوف منه الأماكن المهددة بالزلازل. أما عن مشروع هارب فهو عبارة عن أجهزة عملاقة يمكنها أن تقوم بأدوار المراصد الجوية، لكن هذه التغطية يمكننا أن نفهم من خلالها أن هذه المراصد الجوية يمكنها أيضا صناعة الغيوم وتحويل السحاب إلى أمطار بطريقة علمية وكيميائية. لكن هل سبق وعلمت أن كل هذه الكوارث الطبيعية سبق لها وأن ذكرت سواء في أفلام أو في تحليلات سياسية؟ هل هذه صدفة؟ كل هذا يرجع إلى المخطط المليار الذهبي الذي ينص على تقليل عدد السكان. يا ترى ما العلاقة أيضا؟ كل هذا سنتعرف عليه في الحلقة القادمة.